انه ليش جماعة بشار اسد وقت يمسكون معتقل دائما صور كثير موجودة على اليوتيوب تقدر تبحث عنها، يخلون الاسير او المعتقل يسجد على صورة بشار ويقول لا اله الا بشار. طبعا كل المعتقلين هذه مر معهم المراحل هذه، سواء اللي ماتوا مباشرة صفوهم او موجودين الى الان في اقبية هذا النظام المجرم. الفكرة بالموضوع انه هذه الطائفة تبعية بشار الاسد اللي تتكون تقريبا 3 أو 4% من نسبة الشعب السوري، هم مكون صغير جدا من الشعب السوري. فهاي الطائفة يعني يعبدون شخص محمد بن نصير، يعني يعبدونه. فمن معتقداتهم الفكرية والعقائدية بعد ما مات محمد بن نصير تصير الربوبية يعني مثل ما تقول من واحد لواحد. فكان ربهم السابق حافظ الأسد، فلذلك وقت يقعون بمأساة أو بضيق شو يقولون؟ انهض يا أبا الفقراء، انهض يا أبا الفقراء، يعني قصدهم على حافظ انه هو أبو الفقراء كان ربهم، بس مات من ورث الربوبية بعده بشار. فبشار عندهم إياه إله وهو رب بالنسبة لهذه الطائفة. بداية الثورة قام قسم منهم مع الثورة السورية، منهم ما زال موجود بالخارج، ومنهم من صفاء النظام، ومنهم من مات. وكان أبرز الشخصيات هذه تدعى فدوى سليمان، تقدرون تكتبون اسمه باليوتيوب. فدوى سليمان هي من الطائفة العلوية وشاركت بالثورة من بدايتها، وطلعت لبرات البلاد، كانت ملاحقة من النظام من الاستخبارات والأمور هذه. فهذه أحد الشخصيات اللي كانت موجودة بالثورة السورية. فهذا المعتقد اللي مكون عليه حزب البعث تبع بشار الأسد، وهذه الفكرة اللي براسهم إنه بشار هو الإله وهو الرب تبعهم وبس.